برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الفل، أنا سلمى طايل ودي حلقة جديدة من خلال تجربتي معاكم على راديو برونتو اف ام. وهنتكلم النهاردة عن الشغف وإن إزاي الشغف لوحده لا يكفي. يلا بينا. تخيل كده إنك بدأت بيزنس جديد وتحمست بقى، قررت تشتغل عليه ليل نهار. في البداية الحماس والشغف كانوا المحرك الأساسي وكل حاجة ماشية بسرعة وزي الفل. لكن يوم عن يوم بدأت المشاكل تظهر والتحديات تزيد، وحسيت إنك مش قادر تكمل. عارف ليه؟ لأن الشغف لوحده مش كفاية. اللي بيخليك تكمل مش الحماسة الأولى. عشان تكمل لازم يكون المحرك بتاعك هو القيم والمسؤوليات، سواء تجاه نفسك أو المسؤولين منك. وده اللي لازم يخليك ملتزم ومصمم على النجاح مهما حصل. إمتى يكون الشغف مهم؟ مش هننكر إن الشغف له تأثير قوي جدا في البدايات، لأنه بيديك الحماسة والبوش الأولى اللي محتاج تبدأ بيها. تبدأ مشروع جديد، تتعلم لغة جديدة، مهارة جديدة، تبدأ كارير بتحبه. بس الشغف مش كفاية للاستمرار، لأنه ببساطة مش دايم، بيطلع وينزل، ومع أول صعوبة ممكن تلاقي نفسك واقف في مكانك مش عارف تتحرك. طب ماذا لو محتاج أبدأ وما عنديش الشغف؟ من خلال تجربتي أقدر أقولك إن الشغف رفاهية يا صاحبي، ما ينفعش أبدا نعتمد عليه يكون المحرك بتاعنا. والله كان موجود خير وبركة، رزق هيسهل علينا الحركة. ولو ما كانش موجود مش مهم، أنا محركي أهدافي ورؤيتي الحياة أفضل، مقرر أشتغل عليها ومقرر أعيشها. ولما القيم والمسؤوليات بتكون المحرك الأساسي، ده بيدينا استقرار ووضوح للرؤية. فلما الشغف بيختفي، القيم هي اللي بتحفزك، والمسؤوليات هتخليك تستمر حتى في الأوقات الصعبة، لأنك فاهم إن في هدف أكبر وأعمق بيستنى منك إنك تحققه. وفي الختام حابة أقول، الشغف هو الشرارة الأولى لكنه مش كفاية. القيم والمسؤوليات والتزامك تجاه نفسك هم البنزين اللي هتكمل بيه الرحلة وتفضل مستمر وناجح حتى في أصعب الظروف. خلصت حلقتنا. أنا سلمى طايل وكنت معاكم على راديو برونتو اف ام. ولو عجبتكم الحلقة شير عشان نصحح مفهوم الشغف عند الآخرين. باي باي.